هنعمل النهاردة مع بعض فطير اللي هو المشلتت او فطير عادي بتاع الافران. سهل وبسيط جدا، مش شرط ان احنا نبقى فيه شم نسيم عشان نعمله. عايزه اقول لكم ان انا بعمله في بعض ايام كتير، نفطر بيه، نتغدى بيه برضو عادي مفيش مشكله. هيبقى عندي هنا نص كيلو من الدقيق، عليهم نص معلقه ملح، عليهم معلقتين سكر. مش بنحط لا بيكنج باودر ولا خميره. الميه تبقى دافيه، ببدا اعجن فيه كويس جدا. وعايزه اقول لكم يعني ايه بياخد حقه في العجن شويه. بعد ما بعجنه طبعا بسيبه يرتاح. عايزه اقول لكم ان هو هعجنه شويه حلوين كده، وبعد كده هريحهم في البول. بعد كده هقطعهم كده الكورتين، النص كيلو عملتهم كورتين. هضيف لهم طبعا، عايزه اقول لكم شايفين العجينه بتلزق كده شويه، بس لازم هي تبقى كده. هبل ايدي زيت واحطهم في الزيت كده واغرقهم زيت، لان طبعا احنا عارفين ان الفطير بيبقى محتاج لدهون زياده شويه. واغطيهم شويه كده حوالي نص ساعه، مش هريح كتير خالص ولا ساعتين ولا اي حاجه من دول. هي مجرد نص ساعه ربع ساعه يعني، على حسب ما نفضى. هدهن كده الرخامه بتاعتنا زيت، وبعد كده هبدا بقى ان انا افرد في العجينه. عايزه اقول لكم ان العجينه طريه خالص، زي اللبانه كده، طريه جدا معانا. هبدا بقى ان انا افردها كده بالنشابه او المردنه او اي اداه يعني عندنا. هبدا افرده كده زي ما شايفين كده، حتى لو قطعت مننا مفيش مشكله. يعني التقطيع ده هيتدرى جدا جوه العجين ومش هيحصل اي حاجه. طبعا دي سمنه بلدي، طبعا المفروض ان هو نعمل الفطير دايما بالسمنه البلدي. عايزين نعمله بزبده، هتبقى زبده ومعاها زيت. هبدا بقى انا افردها كده لغايه ما بقى بدات الرخامه تبان مني، وبعد كده بفضل ان انا اقطعها كده زي ما انتم شايفين من الاطراف بس مش من النص. وببدا بقى اتني اتني فيها كده زي ما انتم شايفين. سهلة جدا وواضحة ان شاء الله في الفيديو. وهعمل معاكم برضو واحدة بطريقة تانية. عايزة اقول لكم بعد ما بعملها كده انا بسيبها ترتاح حوالي برضو 10 دقايق، يعني من 10 دقايق لربع ساعة يعني على حسب برضو. وبعد كده هدهن بقى الصينية مادة دهنية، وهريحها فيها شوية كده لغاية ما اعمل التانية. دي التانية برضو هعمل معاها، هفردها كده زي ما انتم شايفين. هبدأ بقى ان انا ادهن كده السمنة بايدي باي حاجة يعني براحتنا خالص. وهبدأ ان انا هعملها رول زي ما انتم شايفين كده. انا بعملها رول اهو. طبعا هي العجينه رقيقه، فطبعا بعملها بالراحه خالص. وطبعا مش هدهن بقى الطبقات كده زي ما انتم شايفين. ببدا ان انا اعملها رول زي ما انتم شايفين ما شاء الله. عايزه اقول لكم العجينه طريه وسهله جدا معانا. ببدا افردها كده، لو اي حاجه كلكعت منها ممكن اشيلها. زي ما انتم شايفين كده انا بحط على ايدي برضو سمنه وانا بفرد الحاجات دي. بفضل بقى اتني فيها كده زي ما انتم شايفين كده، وابل ايدي من السمنه زي ما انتم شايفين كده. وهسيبها برضو ترتاح حوالي 10 دقايق او ربع ساعه. هسيبها كده زي ما انتم شايفين. عدى بقى عليهم حوالي ربع ساعه. هاخد اول واحده انا عملتها وابدا افردها كده في الصينيه. عايزه اقول لكم ان هي ما بتاخدش وقت في الفرن، حوالي بالظبط ربع ساعه. لو حطيناها تحت في الاول تبدا تاخد تحميره، واقلبها تاني على الجهه التانية. واول ما بتطلع برش لها شويه ميه وبس كده، وبغطيها لغايه علشان تبقى طريه بس كده. يا رب تعجبكم ان شاء الله.